ليه بنشرح نفسنا كتير لناس مش بتتغير؟ مش لازم نشرح نفسنا عشان نتحب، كفاية نبقى واضحين. يا جماعة خلينا نسأل سؤال صريح شوية، ليه بنلاقي نفسنا بنشرح ونعيد ونبرر ونفصل ونرجع نفس النقطة تاني؟ ليه في علاقات معينة نحس إننا طول الوقت في محكمة، كل كلمة محتاجة دفاع، كل طلب محتاج تفسير، كل مشاعر محتاجة إثبات، ونقول لنفسنا يمكن لو فهم أكتر، يمكن لو شرحنا بهدوء، يمكن المرة دي يستوعب. بس الحقيقة المشكلة مش في الشرح، المشكلة إننا بنشرح لحد مش بيتحرك. فرق كبير قوي بين حد مش فاهم وحد فاهم ومش بيتغير، وده الفرق اللي احنا اوقات كتير بنرفض نشوفه اصلا لان الاعتراف بيه مؤلم. خلينا نفهم اللي بيحصل بعمق. لما بنكرر الشرح ده غالبا بيبقى علامة على حاجة من اتنين، يا اما احنا مش واثقين في حقنا فبنحاول نقنع نفسنا قبل ما نقنعه، يا اما اللي قدامنا بيسمع بس مفيش تغيير، وفي الحالتين احنا اللي بنستنزف. خليني اديكم مثال واضح. تخيلوا علاقة احنا فيها دايما بنقول احنا بنتضايق لما بيحصل كذا، احنا محتاجين اهتمام اكتر. الطريقة دي بتوجعنا، وكل مرة يرد بكلمتين حلوين، وعد، لحظة احتواء، وبعدين يرجع يعمل نفس الحاجة، فنقول لا 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 لا، المرة دي لازم نشرح أحسن. فنبدأ ندخل في تفاصيل أكتر، نحكي مواقف، نربط بين مشاعرنا وتجاربنا، نتكلم عن احتياجاتنا النفسية، وهو يسمع، يهز راسه، يمكن يهدي الدنيا، وبعدين ولا حاجة تتغير. ساعتها المشكلة مش communication، المشكلة في الاكاونتابيلتي. احنا اوقات بنستخدم الشرح كوسيلة للهروب من الحقيقة. الحقيقة اللي قدامنا يا مش جاهز للتغيير يا فاهم ومش قادر يغير نفسه، وده بيدي مساحة للفكرة ان المشكلة مش دايما تجاهل، احيانا عجز. في ناس مستعدة تسمعنا ساعة بس مش مستعدة تغير نفسها ولو دقيقة، وهنا بقى النقطة اللي لازم نقف عندها. الشرح الكتير أوقات بيكون محاولة للتحكم، تحكم، مش تحكم فيه هو، تحكم في النتيجة. احنا مش عايزين نخسر العلاقة، فبنحاول نلاقي التركيبة الصح، الكلام الصح اللي تخليه يفهم من غير ما نضطر نمشي. فنقعد ونفكر لو قلناها كده، لو كنا بس أهدى شوية، ونحمل نفسنا مسؤولية استجابة حد تاني. وده استنزاف عصبي ضخم، لأن جهازنا العصبي بيفضل في حالة ترقب مستمرة. هل المرة دي هيفهم؟ هل المرة دي هيحصل فرق؟ وده اسمه لوب، حلقة وبنلف فيها وإحنا فاكرين إننا بنصلح. طب خلينا نرجع للأرض شوية. في فرق بين حد محتاج وقت علشان يستوعب وحد بيستفيد من صبرنا. الأول هنشوف معاه خطوات صغيرة حتى لو ببطء، حتى لو مش مثالي. التاني هيخلينا نعيد نفس الكلام عشان يشتري وقت، وإحنا هنفضل ندي وقت على حساب نفسنا. خلينا نسأل السؤال الأصعب، ليه بنكمل نشرح رغم إن مفيش تغيير؟ أوقات علشان عندنا أمل، وأوقات علشان خايفين من القرار اللي بعده. لأن لو اعترفنا إن الشرح مش جايب نتيجة يبقى لازم نواجه، يا إما نقبل الوضع زي ما هو يا إما نمشي، والقرارين تقال، فبنختار الخيار الثالث، نشرح تاني. بس خلينا نقولها بهدوء كده، مش كل حد محتاج شرح. في ناس محتاجة حدود، وفي ناس الوضوح معاهم مش كلام أكتر، الوضوح معناه إحنا قلنا اللي عندنا مرة واللي جاي هيبقى أفعال، من غير تهديد ومن غير دراما ومن غير قسوة، بس بهدوء. وأنا بقول الكلام ده مش من برج عالي. عارفين يعني إيه نحاول نلاقي الصيغة الصح، نراجع نفسنا 1000 مرة، نقول يمكن إحنا اللي حاسين زيادة. بس الحقيقة اللي بتريح إن اللي عايز يحافظ علينا مش هيخلينا نشرح وجعنا 10 مرات، مرة واحدة تكفي، مرتين لو الدنيا متلخبطة، إنما 20 مرة ده مش سوء تفاهم بقى، دي مقاومة تغيير. خلينا نعمل باترن بريك صغير هنا. إحنا متعودين نفكر إن الحب محتاج شرح، وإن النضج معناه تواصل أكتر، صح، بس التواصل مش مونولوج، مش خطاب طويل كل شوية. التواصل الحقيقي شرط بسيط، إن الاتنين يتحركوا. لو الحركة بس من طرف واحد يبقى ده مش حوار، ده استنزاف. وخدوا القاعدة دي معاكم، لو شرحتوا نفس النقطة 3 مرات ومفيش حركة مقابلة وقفوا شرح، مش علشان تعاقبوا حد لكن عشان تحموا طاقتكم.
اللي عايز يفهم هيتحرك، واللي مش بيتحرك الشرح مش هينقذه. سؤال النهاردة، احنا بنشرح نفسنا لمين بقالنا فترة؟ وهل فعلا لسه محتاج شرح ولا احنا عارفين الإجابة؟ اكتبوا كلمة واحدة في الكومنتس، محتاج حدود أو لسه ببرر. خلينا نبدأ نواجه بصدق، قوتنا في خطوتنا.